اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه لذيذه وسريعه جدا. هنحمل حاجه اسمها كيرسر اي اي، وده كود اديتور بس مميز جدا ومنتشر جدا مؤخرا. كود اديتور بس جواه بيلت ان في اي اي بيساعدك جدا بسرعه انك تعمل تعديلات على الكود بتاعك. مش محتاج بقى انك تخش مثلا جي بي تي وتاخد كوبي بيست وتحط في المكان المناسب، لا هو على طول بيساعدك ويعمل الحاجات دي كلها ويحط لك في المكان المناسب. فكود اديتور مميز جدا. يلا بينا نحمله. نيجي عند الموقع ده، هسيبه لكم في الديسكربشن، هو الموقع بتاعه. داونلود فور ويندوز، ندوس عليها وهنلاقيه بيحمل فوق على اليمين. خلص تحميل وارجع له. خلص تحميل اهو، هندوس عليه دلوقتي وهنعمل هنا اي اكسبت ذا اجريمنت، بعدها نكست ونكست وانستول وبس. اول ما يخلص ندوس فينيش، وهنلاحظ برضه ان هو ظهر لنا على الديسكتوب هنا. بس اول ما يفتح هيقول لك اعمل ساين اب. نعمل مثلا ساين اب. انا مثلا هختار بجوجل، وبعدها هيقول لك عايز تعمل لوجن للديسكتوب كيرسر ولا لا. نقول يس لوجن، وبعدها يقول لك خلاص all set feel free to return to cursor. بس ممكن دلوقتي نرجع للكيرسر عادي. بس ممكن دلوقتي نعمل skip and continue او import from VS Code. بس احنا كده خلاص حملناه، والحلقة الجاية بقى هقول لكم كل الميزات الخطيرة اللي موجودة في كيرسر وهنجربها مع بعض واحدة واحدة. شكرا جدا لكم للمشاهدة، ومتنسوش باللايك والسبسكرايب كومنت شير. شكرا جدا لكم على الدعم المستمر. مع السلامة.